لو نفسك في مشروب صحي ولونه يفتح النفس وطعمه حلو ومفيد، جربي مشروب البنجر بالتمر. مش بس بيدي طاقة، ده كمان بينقي الدم. قبل ما نشوف الطريقة يلا بينا نسمي الله وصلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد. يلا بينا نشوف الطريقة. معانا كيلو بنجر مغسول كويس جدا، مش متقشر، لا احنا بنعمل له محلول نقع. بعد ما بنغسله كويس بنعمل له محلول نقع. بنضيف في المية ملح وليمون وخل لمدة 5 دقايق، ونغسله كويس بفرشة الخضروات. بس كده كده اتأكدنا ان هو مفيهوش اي شوائب او اي حاجة خالص. تمام كده. القشر بتاعه فيه فايدة جامدة جدا، لما بتقشريه بتضيعي نص الفايدة بتاعته. تمام. انا هنا مستبدله الليمون. البرتقال المفروض بتضيفي كمان عليه برتقال، بس انا مش كان عندي فروحت ضايفه ليمون. تمام. ومعايا حوالي 11 تمره منزوعه النوى. التمر بيديله طعم جميل جدا، وبيخلي الاولاد كمان يحبوه، ما يبقاش طعمه بالنسبه لهم يعني ايه، مش حلو. تمام. هنقطع البنجر زي ما انت شايفه كده شرايح، والجزر معايا برضو جزرايه كبيره شرايح، ده برضو بيعزز الطعم والفايده كمان. تمام. عايزه اقولك مشروب طبيعي وصحي وجميل جدا جدا، وبينفع جدا كمان في الايام اللي فيها البرد المتكرر ده على طول، يعني من دور برد لدور برد. في ايام الخريف بجد الاولاد كمان تعبانين، وكبار وصغيرين على طول عندهم دور برد. ده بيرفع معاكي المناعه وبيدي طاقه، وعلى فكره بيبقى حلو جدا لنضاره البشره، فهو ليه فوائد كتيره جدا. وكمان هو متوفر اليومين دول في السوق بكثرة، ويعني ايه نستفيد بيه احسن. وكمان عايزه اقولك على حاجه، ينفع كمان يتفرز. الاول هقولك هنا كده احنا ضفنا البنجر، وهنضيف عليه الجزر والتمر، وهنضيف عليه كمان عصير الليمون عشان خاطر نفضل محتفظين بلونه. هتشوفي لونه جميل جدا في الاخر ازاي. ليمون او برتقال اللي متاح عندك. تمام. وبرده ما تزوديش ميه السلق بزياده جدا عشان الفوائد ما تروحش فيها، يعني عشان ما تيجي تضربيها في الخلاط ما تضطريش انت تصفيه. لا، انت هتحطي عليه مثلا حوالي 3 كوبايات ميه كبار، وهتسيبيه يغلي وياخد غلوتين 3 كده، وبعد كده هتلاقيه استوى على طول، يعني هو ما بياخدش وقت معانا على النار خالص. تمام. وطبعا بعد ما بيغلي بتسيبيه يبرد، تطفي عليه وتسيبيه يبرد شويه، وبعد كده بتروحي ضرباه في الخلاط. بس كده، مش بنصفيه ولا حاجه، لا هو احنا كده بنستفيد بكل فوائده وبناخد كل فوائده اللي فيه. ضربته زي ما انت شايفه معايا بيبقى طالع جميل جدا. عايزه اقولك بتكه تركه الجزر والبلح والليمون، الاولاد هيحبوه جدا وهيحبوا يشربوه، وهيبقى طاقه ليهم كويسه في المدرسه كمان، وكمان رافع مناعه. تمام. ولو حابه تفرزيه برضو زي ما ضربتيه كده، بتروحي بقى شايله مثلا في ازايز وتشيليه، وقت ما تحبي تطلعي بتطلعيه مثلا قبلها مثلا من الصبح مثلا، وتستخدميه مثلا اخر اليوم. بيبقى جميل معاكي جدا عادي جدا ما شاء الله، وهيعجبكم جدا. وشوفي جربيه، وبجد بجد انا متاكده لو جربتيه مره مش على طول هتعمليه بعد كده في البيت. وفوائده كتيره كمان ما شاء الله، ومشروب طبيعي وبألف